دايما بقول انه من الصعب انك تحكي قصة حياة شخصية بكل تفاصيلها في فيلم مهما كانت مدته طويلة، ودايما بفضل فكرة انه نحكي قصة حياة الشخصية من خلال حدث معين مهم في حياتها، والاستثناءات للحالة دي قليلة قوي. فيلمنا النهاردة هو واحد من الاستثناءات دي. اهلا بيكم في فيديو جديد ومراجعة جديدة، والنهاردة هتكلم على فيلم سيرة ذاتية عرف يخلق لنفسه مكان في وسط سنة مليانة بأفلام السيرة الذاتية المتميزة. كلامي النهاردة عن فيلم ذا ايرن كلو. فلو مهتم أنا محمود ويلا بينا نبدأ. عن قصة حقيقية بيحكي الفيلم عن واحدة من أهم العائلات المؤثرة في عالم المصارعة، عائلة فون إيريك، واللي سيطرت على المجال ده ما بين السبعينات والثمانينات، والمكونة من الأب فريدز فون إيريك وأبنائه الأربعة كيفن وكاري وديفيد ومايك. وبننطلق مع الفيلم في سرد المحطات المهمة في حياتهم وتأثيرهم على عالم المصارعة وصولا للعنة على حد وصف الفيلم بتغير حياتهم. اولا انا كاره جدا لكل ما يتعلق بالرياضه، سواء الكوره بانواعها او السباقات او في حالتنا المصارعه. عمري ما بقدر اخلق اي تواصل من اي نوع مع اي لعبه من الالعاب دي، وحالتي لما بتفرج عليهم بتتحول من الملل في حاله الرياضات العاديه للاستنكار وعدم الفهم للالعاب اللي زي المصارعه والملاكمه مثلا. لكن في السينما الوضع مختلف تماما، لاني بحس ان السينما بتضيف لمسه سحريه كده على العالم ده، بحسها هي قطعة البازل الناقصة عندي اللي بتخليني قادر أهتم وأستمتع بمتابعة القصص دي. اللمسة ديت بتتمثل في الاهتمام بشخصيات القصة، بتحويلهم من كونهم مجرد مؤديين بشوفهم قدامي على الشاشة لبشر حقيقيين عندهم قصص وجانب إنساني كامل، بعرف بسهولة أقدر أتواصل معاه وأبقى مهتم أتابع قصته. بشر عندهم أحلام وصراعات ومشاعر. ببساطة الصبغة الدرامية اللي بتضيفها السينما على القصص ديت بتكون هي الروح اللي بتدي الحياة للعالم اللي في الواقع أنا مش بقدر أتقبله. وهنا نيجي لنقطة قوة الفيلم الأهم، هو اهتمامه بشخصياته الكتيرة. كل واحد منهم بياخد وقته على الشاشة وبسهولة بيعرف يحكي لك قصته. قدرة الفيلم على انه يخلق عندك التعاطف مع كل فرد من افراد الاسرة ديت على تفاوت اتفاقك او معارضتك لمواقفهم. بتلاقي نفسك بسهولة قادر تتفهم موقف كل ابن من ابناء الاسرة الاربعة، وتعيش معاهم علاقتهم الجميلة ببعض، وتتفهم محاولاتهم المتكررة للحصول على رضا ابوهم للدرجة اللي بتخليهم يتخلوا عن احلامهم في سبيل انهم يحصلوا على حبه. وفي نفس الوقت قادر تخلق علاقة من نوع ما مع الأب، وبتتفهمه أكتر ما بتكرهه، وتشوف حرصه على مصلحتهم حتى لو ده معناه إنه يفرض تحكم كامل وسيطرة عليهم، تحكم قادر يوصلهم لأقصى مراحل الهلاك. بكل سهولة هتقدر تشوف في شخصية الأب كتير من الآباء حواليك اللي بحرصهم الزائد على مصلحة أبنائهم وبمحاولتهم إنهم يحققوا أحلامهم من خلالهم قادرين إنهم يدمروهم حد الهلاك. وفي نفس الوقت تقدر تتفهم تخلي الأبناء دول عن حياتهم كاملة في سبيل الحصول على أي نوع من أنواع الرضا والحب، حتى لو كان الرضا والحب دول مؤقت. الفيلم بكل سهولة بيعرف يعيشك في الصراع ده، صراع متمثل في علاقة الأخوات الأربعة ببعض وعلاقتهم المعقدة جدا بأبوهم. وهنا لازم نتكلم على عنصر مهم جدا من عناصر الفيلم، وهو الإخراج. لأني زي ما قلت من الصعب جدا إنك تحكي قصة حياة كاملة لشخص في فيلم مهما كانت مدته طويلة، ما بالك بقى لو هتحكي قصة أسرة مكونة من 5 أفراد كل واحد منهم عنده الجانب بتاعه المؤثر في أحداث القصة دي. وده كله أكيد بيتطلب مخرج واعي جدا زي المخرج شون ديركن، واللي بداية تعرفي عليه كانت في فيلم دراما أكتر من رائع يستاهل جدا المشاهدة اسمه مارسي ماي ميرلين. وابداع شون ديركن بيتمثل في انه واعي جدا بايه هي المشاهد اللي محتاجه تكون طويله، وايه هي المشاهد اللي محتاجين نسترسل فيها، ايه هي الاحداث المهمه اللي هتفيد قصتنا، وايه هي الاحداث اللي هنعدي عليها بسرعه. والابداع في ازاي اجمع ده كله من غير ما احسس المشاهد بان القصه ناقصه حاجه او كانت محتاجه تفاصيل اكتر من كده. قصتنا بتتحكي على جزئين. الجزء الاول من الفيلم هنتعرف فيه على العيله وعلى محطات النجاح في حياتهم، ونفهم فيه كل شخصيه من الشخصيات، ونفهم تعقيد علاقاتهم ببعض. جزء أقل ما يقال عنه إنه حماسي، مليان بالضحك واللحظات الحلوة اللي بتجمع بين الإخوات الأربعة بشكل خاص وبيت العيلة بشكل عام، مع كلام بسيط على لعنة بتحيط باسم العيلة ديت. الجزء ده اللي بيتقدم فيه كل معلومة مهمة هنحتاجها في التحول، اللي أقل ما يقال عنه إنه مأساوي في نصه التاني، مأساوي لدرجة إنك هتلاقي نفسك مستغرب هي إزاي دي أصلا قصة حقيقية. وبالنسبة لي أكيد لو كان فيلم دراما عادي كنت هقول إني مش مقتنع إن في عيلة ممكن يحصل لها كل ده، لكن للأسف القصة حقيقية. والإبداع في إن الفيلم بسهولة بيوريك السبب والنتيجة، بيوريك المشكلة ويعرفك هي بتأدي لإيه. يمكن كلامي يبان غامض شوية، بس حقيقي أنا مش عايز أبدا أحرق أي حاجة مهمة في القصة، لأن ده فعلا فيلم لازم تشوفه.
وحقيقي لقيت نفسي منبهر جدا من قدرة ديركن على التعامل مع المأساة الموجودة في الفيلم ده، لأنه كان هيبقى حقه تماما إنه يقلب الفيلم نكد وعياط، بس لأ، الراجل ما عندوش وقت خالص للكلام ده. روعة الكتابة في إنها تخلي القصة تتكلم عن نفسها وتورث لك مشاعر الحزن والصدمة دي لوحدها بدون ما نخلق لحظات درامية رخيصة. بالعكس، الفيلم بيقفل بلحظة درامية غاية في الرقي، كأن الفيلم كله اتعمل علشان نوصل للحظة ديت ويا لها من نهاية. قدرته المبهرة على إنه يلتزم بخط أحداثه بدون ما يشتت نفسه أو يقف في أي خطوط فرعية، ده يمكن سبب مشكلة في الفيلم بتتلخص في إنه في أحداث كتير كنا بنعدي عليها بسرعة وكانت قابلة لإننا نتعمق فيها أكتر من كده. لكني اتعودت لما ألاحظ مشكلة في فيلم أحط نفسي مكان مخرجه وأحاول ألاقي لها حل أو مخرج تاني تتحكي من خلاله. في حالة إن ملقتش، بيبقى وجهة نظر المخرج إنه يحكيها بالطريقة ديت صحيحة، وهنا إحنا عندنا قصة كبيرة محتاجة تتحكي في ساعتين، فمفيش وقت إن إحنا نقف في أي محطات فرعية. وإبداعه مش بس بيقف عند طريقة حكايته للقصة، وإنما كمان قادر يخلق مشاهد بصرية مذهلة ومونتاج متقن جدا. حقيقي مونتاج الفيلم ده مبهر وبيدل على إن إحنا عندنا مخرج عنده رؤية واضحة لفيلمه بقدرته على ترتيب مشاهد فيلمه بشكل مثالي، قادر يقدم رسالته والهدف من قصته بدون أي تطويل أو استرسال في تفاصيل ممكن تاخد وقت من حدث تاني أهم. وغير كده قدرته على إنه يستغل المواهب التمثيلية اللي معاه أفضل استغلال. جون ديركن هيبقى للأبد المخرج اللي قدر يخليني أتقبل زاك إفرون. أنا عمري ما تقبلت زاك إفرون في حياتي، ووجوده في أي فيلم سبب قوي إني ما أشوفوش، لكن هنا لأ، هنا في اهتمام من ناحيته بالذات إنه يبذل أقصى جهد في التجسيد. هو الشخصية الأهم في القصة لأن تقريبا أحداثنا كلها بتتحكي من منظوره، ده الأخ الأكبر والشاهد الوحيد على مأساة غاية في الصعوبة. وإفرون بكل تلقائية بيعرف يجسد الشخصية بمختلف المشاعر اللي بتمر بيها، مشاعر الفرح والحزن والخوف واليأس والإحساس بالندم والذنب. وده بالنسبة لي كان مفاجأة، وحقيقي مش زاك لوحده اللي بيقدم أداء خرافي، لا كمان الممثل هولت ماكالني اللي بيقدم دور الأب، وقدرته إنه يخليك تتفهمه على الرغم من عدم تقبله. والتمثيل المتقن مكمل لجيرمي ألان وايت، واحد من الممثلين المفضلين بالنسبة لي بعد دوره الرائع في مسلسل سابير، ويمكن هنا دوره صغير زي باقي الاخوات الثلاثه، لكن حقيقي كل واحد منهم عنده لحظته اللي بينجح فيها انه يخطف الكاميرا ويخليك تنتبه له. واكيد لازم نشاوت اوت لاهتمام شون ديركن بتفاصيل الفتره الزمنيه اللي بتدور فيها احداث الفيلم، سواء على مستوى الصوره او الازياء او المكياج، واهتمامه بتقديم نظرة على تفاصيل عالم المصارعة الغامض اللي ورا الأداء المبهر اللي بيظهر قدامنا على الشاشات. يمكن عيب الفيلم الوحيد إنه كان فيه لحظات محتاجين نتعمق فيها أكتر. دي نوعية الأفلام اللي فعلا تستحق إنها تبقى 3 ساعات وأكتر. باختصار، سنة 2023 هتبقى السنة اللي قدر فيها المخرج شون ديركن إنه يتفوق على مخضرمين زي ريدلي سكوت ومايكل مان، وبينجح يحط فيلمه بالنسبة لي في المرتبة الثانية لأحسن فيلم سيرة ذاتية في 2023 بعد فيلم اوبنهايمر، وتقييمي لفيلم ذا ايرون كلو هو 8.5/10. أنا كده خلصت المراجعة، لكن لازم أتكلم شوية بحرق على نهاية الفيلم ده، فأكيد وقف هنا لو ما شفتش الفيلم. نهاية الفيلم ده واحدة من أفضل نهايات الأفلام اللي شفتها في حياتي. زي ما قلت، كأن الفيلم كله وظيفته إنه يمهد اللحظة ديت، وبطلنا كيفن قاعد بيشوف أولاده الاتنين بيلعبوا وفجأة بتلاقيه بيبكي، وهنا تلقائيا لقيت نفسي بفتكر معاه كل اللحظات المأساوية اللي مر بيها، عشان كل الحزن المكتوم جوايا طول الفيلم اللي أبدا مش بيحاول مخرجه يطول في سرده يطلع، والاقي نفسي غرقان في كمية دموع مش طبيعية تأثرا بالخسارة الرهيبة اللي راح ضحيتها 3 أولاد في سبيل مجد زائف ومحاولة تحقيق حلم ما كانش حلمهم أصلا في المقام الأول. وبتنتهي بآخر جملة وهو بيقول لأولاده إنه اعتاد يكون أخ ل3 إخوات، لكن دلوقتي هو مش هيعرف يبقى أخ مرة تانية. وهنا بتبتدي تدرك عظم المأساة، وبطريقة ما بترتبط أكتر بكيفن الناجي الوحيد من لعنة عائلة فون إريك. وبس، دي كانت كل حاجة عندي النهاردة. شاركوني برأيكم عن الفيلم لو شفتوه، وأكيد تابعوني على فيسبوك وتويتر، هناك بنشر مراجعات مكتوبة للأفلام اللي بشوفها. الروابط كلها تحت الفيديو. أنا محمود، وسلام.